ما تيجوا بينا نعمل النهاردة بقى شوية كفتة كده من اللي قلبكم يحبهم، حاجة كده من الآخر بكات جوسي وطرية. وبصوا طعمها بتهالي وشكلها بيتكلم عن نفسه، حاجة كده من الآخر بجد. أنا مروة، لو أول مرة تشوفيني وتتابعيني متنسيش تشتركي في الصفحة والقناة وعرفيني على نفسك وقوليلي من أي بلد انتي بتتابعيني. هحتاج بصلاية كبيرة، وهنحتاج الناحية الضيقة بتاعة المبشرة بالشكل ده. تمام، هتبشروها كويس جدا، بلاش الناحية الواسعة لأن احنا عايزين ناخد المية بتاعتها. صفي بقى على قد ما تقدري، عايزين الطفل لوحده ينفصل عن المية، والخطوة دي مهمة جدا لنجاح الكفتة بتاعتنا. بصفي كويس جدا بإيدي بالشكل ده، بلاش بقى جو المصفى والكلام ده مش هيجيب معاكم من الآخر، بالإيد أفضل كتير. تمام كده، هنخلص بقى الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة. تمام، المية معانا جاهزة بالشكل ده. هحط المية في بولة لوحدها عشان هنحتاجها كمان شوية، اوعي ترموها. ننزل بقى في نفس الصينية بتاعتنا او الطبق اللي بنشتغل بيه ونحط تفل البصل، ونحط نص كيلو من اللحمة المفرومة، وكمان معلقة صغيرة جدا من بهارات الكفتة، وزيهم من الفلفل الاسود، وكمان زيهم من الملح، ومعلقتين كبار من البقسماط المطحون. هنقلب بقى ونعجن كويس جدا، عايزين نسمغ الكفتة بتاعتنا زي العجين بالشكل ده. شايفين مفتلة ازاي؟ ده بالشكل ده نعملها صوابع بقى رفيعة وصغننة بالطريقة دي عشان تستوي معانا بكل سهولة. شايفين يا جماعة مسمغة ازاي؟ تحفة. تمام كده. هنحتاج بقى طاسة نحطها على النار، ونحط كمان 3 4 معالق من الزيت. اول ما الزيت يسخن كويس جدا ننزل بالكفتة بتاعتنا، عايزين نديها صدمة ونحمرها. احنا مش هنسويها قوي، هنشيلها 3 ارباع سوا. ده بيكون شكلها، بتتحمر وبتكون شكلها حلو قوي بس ما استوتش قوي، وده المطلوب اللي احنا عايزينه. هبتدي اطلعها بقى على جنب، وفي البهريز بقى اللي احنا طلعناها منها بالشكل ده هنكمل السوا بتاعنا. احضر طماطمايه متقطعه قطع صغيره جدا، بس زودت معلقتين من الزيت كمان، حسيت ان الزيت قليل. وكمان فلفلايه حاره او رومي المتوفر عندك، وننزل بميه البصل، وفصين من الثوم المفرومين، ومعلقه من الصلصه، ومعلقه صغيره جدا من الفلفل الاسود والملح، وكمان بهارات الكفته، ونزود ربع كوبايه من الميه. ويا سلام بقى تركايه كده، رشه جوز الطيب دي بتودي الكفته في حته تانية خالص. هنسيب بقى الكلام الجامد ده كله على النار، عايزين ياخد ويدي مع نفسه بالشكل ده. ده بيكون شكله بالظبط. ننزل بقى بالكفتة عشان تكمل سواها، تقريبا 5 دقايق على النار. هتاخد وتدي من الصوص بتاعنا، وبصوا حكاية خطيرة يا جماعة، بجد تجنن. الكفتة دي من أحلى الحاجات اللي ممكن فعلا تجربوها، لأنها طرية جدا وطعمها فعلا حكاية خطيرة. شايفين عاملة ازاي؟ أوعدكم ان انتوا أول مرة هتاكلوا كفتة بجد خطيرة كده. جربوها وإن شاء الله تعجبكم قوي. الكفتة دي حلوة قوي مع العيش على فكرة، في الساندوتشات بجد تجنن. جربوها وبإذن الله تعجبكم. لو عجبتكم لايك وشير للفيديو. قوليلي من أي بلد انتي بتتابعيني، وادخلي على جروب التطبيقات بتاعي وقوليلي ايه رأيك في وصفاتنا. شايفين يا جماعة الطعامة بجد حكاية تجنن. منتظرة ان شاء الله رأيكم في جروب التطبيقات. وميرسي جدا لكل الكومنتات الحلوة اللي بتدعمني. اشوفكم في فيديو جديد وقصة جديدة ان شاء الله. باي باي.